مشاهدينا الكرام، مبادرة الإسماعيلية للتراث والمجتمع هي إحدى المبادرات المجتمعية اللي نشأت من وقت في محافظة الإسماعيلية، وهدفها الأساسي زي ما باين من اسمها إنه يتم تدوين تراث مدينة الإسماعيلية، محافظة الإسماعيلية بشكل عام. تراثها غني جدا في بعض المظاهر اللي لما نقول الإسماعيلية تيجي في ذهننا على طول. على سبيل المثال آلة السمسمية اللي ارتبطت مش بس بمحافظة الإسماعيلية ولكن بمحافظات القناة وقت التهجير من سنة 67 لسنة 73. الفرق الموسيقية الجميلة اللي كانت موجودة في محافظات القناة، وكانت طبعا بتقدم عروضها خارج محافظات القناة، كانت دايما مشهورة باستخدام آلة السمسمية، وعزفت وقدمت أجمل الألحان والأغنيات باستخدام آلة السمسمية. مش بس آلة السمسمية، الحقيقة إنه الإسماعيلية وتاريخها مرتبط بحاجات كتيرة جدا هنتكلم فيها بالتفاصيل مع ضيفي الكريم الموجود معايا في الاستوديو، الدكتور أحمد نور فهمي، مؤسس مبادرة الإسماعيلية للتراث والمجتمع بمحافظة الإسماعيلية. أهلا بحضرتك معنا يا دكتور. اهلا وسهلا يا فندم، اهلا دكتور اسماء. بحضرتك. وخلينا نتعرف في البداية يا دكتور على المبادرة، مبادرة الإسماعيلية للتراث والمجتمع. اتكلمنا عنها ونشأت امتى؟ فعلا يا فندم، طبعا احنا يمكن مبادرة حديثة نسبيا، لكن قدرنا الحمد لله نعمل مجهودات كتير خلال الفترة اللي فاتت. طبعا انا طول عمري بحب العمل التطوعي، وبحب ان انا طبعا اشارك في الاعمال المجتمعية بشكل عام، وطبعا عندي حب وانتماء كبير جدا للاسماعيلية طبعا، والبلدي. فبدأت يمكن من فترة، بجانب طبعا شغلي الخاص، ان انا بتطوع وبشارك طبعا في مبادرات مع المحافظة، طبعا والجهات المعنيه. وحسيت ان ممكن ابلور المجهود ده ونقدر ان احنا نضمه في شكل مبادره. بدانا من حوالي من سنتين، بالاضافه ايضا هو كل الفريق بتاعنا متطوعين. فبدانا نعمل فريق من مجتمعي، بحيث ان هو طبعا ننسق مع المحافظه طبعا، ومع مع الجهات الحكوميه، في نفس الوقت يكون في مشاركه من المجتمع نفسه، بحيث ان هو طبعا بنشارك في الحفاظ على التراث ونعمل طبعا روابط في المجتمع. فهي دي الفكره بشكل بسيط يعني. أعضاء المبادرة، أنتوا كنتوا أصحاب أساسا ولا عرفتوا بعض بعد كده؟ جمعتوا بعض إزاي؟ بالظبط، يعني هو طبعا احنا مجموعه من المهتمين طبعا بالحفاظ على التراث. وطبعا الفكره بدات ان احنا طبعا ده انت تكون مشارك وعندك نشاط في التطوع، نشاط طبعا في المهرجانات، في الانشطه اللي بتعملها حتى المحافظه، بتبتدي تكون بينكم صداقات، ويبقى في حاجه بتجمعنا، هو الانتماء طبعا للبلد، وفي نفس الوقت برضه حب الحفاظ على التراث والتاريخ يعني. لو اتكلمنا على السمسمية تحديدا قبل ما اتكلم على مفردات التراث الأخرى المرتبطة بمحافظة الإسماعيلية واللي اهتميتوا بتدوينها، تدوين تراثها من خلال المبادرة، السمسمية تحديدا، مكانة السمسمية في التراث الشعبي لمدن القناة، خلينا نتكلم عنها الأول بشوية تفاصيل. اكيد طبعا، هي طبعا موسيقى السمسميه والات السمسميه بشكل عام هي احد العناصر اللي هي فعلا بتجمع جزء التراثي وكمان جزء المجتمع، لان هي طبعا موسيقى كل المجتمع بيستمتع بيها. الفكره طبعا ان هي ليها تاريخ طويل جدا. انا شخصيا شايف ان هي تعتبر طبعا آلة موسيقيه مميزه جدا، مش موجوده في اي مكان في العالم غير عندنا في مصر، فدي حاجه طبعا ليها قيمه كبيره جدا. دي كمان مثلا اعتراف اليونسكو بالآلة دي كهي تراث انساني، طبعا ثقافي. قد ايه ده دليل ان هي حاجه مميزه جدا، في نفس الوقت هي لون موسيقي خاص بيه. والفكره ان طبعا هذه طبعا الانواع، طبعا الموسيقى الشعبيه والتراث اللي هي مرتبطه كمان، مش مجرد ان هي آلة موسيقيه او نوع من الموسيقى، لا دي كانت مرتبطه بتاريخ المقاومه، الحركه الوطنيه، وطبعا بث روح العزيمه في الشعب المصري بشكل عام في سنوات طبعا الحروب. فده شيء مهم جدا ان احنا نحاول نحافظ عليه ونطوره. ويمكن طبعا هي من فتره طويله ما حصلش تسجيلات جديده، تطوير للاغاني الموجوده. انا شخصيا مثلا يمكن احيانا بسافر بره مصر كتير بسبب شغلي، ببقى مثلا نفسي اسمع بعض الاغاني السمسميه عشان افتكر طبعا، وعندي حنين يعني للبلد، فممكن ما بلاقيش كتير مثلا تسجيلات بتوزيعات حديثه، يعني مثلا اغاني جديده بتنزل. فاحنا قررنا ان احنا لا، احنا ممكن نحاول نطور في فنانين كبار جدا موجودين، محتاجين بس دعم، ويحصل تجديد كمان وربط بين الجيل القديم والجيل بقى الشباب، ان هم عندهم طبعا شباب عندهم موسيقى جديده، عندهم الوان مختلفه، فاحنا نحاول نعمل توزيعات وحاجه بشكل جديد. غير طبعا الحفاظ على صناعه الاله، وان هي تكون موجوده كحرفه ايضا في الاسماعيليه ومدن القناه بشكل عام.
طيب دكتور أحمد، زي ما حضرتك قلت فكرة إنه ربط القديم بالجديد، وعشان الجيل الجديد يبقى مقبل على سماع السمسمية بتوزيع مختلف، ما يحسش إن هو مستغرب التوزيع أو الموسيقى دي، لا يبقى حابب إن هو يسمعها فيرتبط بتاريخه مرة أخرى. هل بدأتوا ببعض الخطوات الفعلية؟ يعني هل تواصلتوا مثلا مع بعض من فنانين بحيث إن هم يبدأوا في المشروع اللي حضرتك أشرت ليه دلوقتي؟ اكيد طبعا يا فندم، هي دي صح من الاهداف الرئيسيه عندنا. طبعا انا مثلا حتى الجيل بتاعي يمكن ما حضرش الفترات اللي كانت السمسميه بتشتغل في كل بيت في كل شارع، الفترات اللي كان فيها طبعا حروب، وفتره حرب اكتوبر اللي كان يعني السمسميه آلة تعتبر سلاح بتبث الروح العظيمه طبعا والمقاومه في الجنود. فممكن جيلنا ما حضرش الفترات دي. فاحنا دورنا ان احنا نفكرهم بالتاريخ بتاعنا، تاريخ مهم جدا. وفي نفس الوقت دلوقتي الشباب يمكن بيسمعوا انواع جديده من الموسيقى. طبعا كل انواع الموسيقى جميله جدا، لكن ان هم كمان يبقى لازم يكون عندهم طبعا حب وارتباط بالتراث الموسيقي بتاعهم، واللي هي آلة السمسمية طبعا عندنا في مدن القناة. فاحنا عملنا خطوات الحمد لله كويسة جدا، ان احنا قدرنا نسجل 5 اغاني جديدة. ويمكن انا طبعا بهديها طبعا القناة الرابعة، ده يشرفني جدا ان حضراتكم تقدروا تعرضوها. شكرا، ده والحمد يسعدني. لله. يعني طبعا ده اكيد ده حاجة نعتز بيها جدا. وفي نفس الوقت كمان عملنا طبعا توثيق للآلة. انا يمكن حتى سافرت بره بالآلة السمسمية، ورحت يمكن مدارس موسيقى مثلا في كندا في مدينة مونتريال، وعملوا بحث على الآلة وازاي ان انت تقدر تعزفها بالسكيل او تعتبر سلم الموسيقى الغربي. فعملنا طبعا المحتوى ده، وعملنا برضو يمكن على السوشيال ميديا محتوى كتير عن الموضوع بالشرح بالتفاصيل. فده كله الحمد لله جهود يعني اتشافت، والناس كان فيه رد فعل كويس، فبدأ يفتكروا الآلة، وحسينا ان في بالعكس الناس عايزة تسمع اكتر. وناس كتير بتطلب اغاني من اللي كانوا بيحبوها، اغاني قديمه. طب ممكن تسجلوا الاغنيه دي، نفسي اسمعها ما سمعتهاش مثلا قبل كده غير بس لايف. فالحمد لله احنا شغالين في الموضوع، وطبعا بنحضر بقى للالبوم الجديد. يعني احنا عملنا كان اول البوم 5 اغاني، بنحضر للشغل القادم ان شاء الله. إن شاء الله، ده جميل. هل بيبقى في بعض الدورات التدريبية اللي بتقدموها من خلال المبادرة لتعليم العزف على آلة السمسمية؟ أكيد يا فندم، إحنا طبعا عندنا بدأنا مشروع بالتعاون مع مركز الفنون هنا طبعا في الإسماعيلية، اسمه ضمة أكاديمي. وده هيكون مدرسة مجانية لتعليم عزف السمسمية. حتى أنا عندنا النهاردة حصة اليوم، يعني أنا هخلص اللقاء وهطلع أشارك معاهم إن شاء الله. وطبعا دي فرصة، طبعا أنا أشكر فعلا بصراحة كل اللي ساعدوني، لأن يعني حاليا في اهتمام كبير جدا من المحافظة للحفاظ على التراث والتاريخ، طبعا بقيادة اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية. بيدعم فعلا التراث والتاريخ بشكل كبير جدا. وبصراحة دعمني أنا شخصيا كتير. حابب أشكر الأستاذ أشرف سليمان مدير إدارة السياحة، فعلا دعمني كتير. وطبعا عملنا مع بعض مشاريع كتيرة، زي طبعا دليل الإسماعيلية السياحي هو آه موجود معانا، مم، فعلا. ويعني أحب أعرضه قدام مشاهدينا على الشاشة. زي ما عرفت من دكتور أحمد، يعني الدليل الموجود معانا هو باللغة الإنجليزية، في كمان باللغة العربية، وده جميل فكرة إن هو مش بس باللغة العربية، إن باللغة الإنجليزية. والحقيقة يعني كل صور يعني كل الصور الموجودة فيه زي ما حضرتك قلت لي، فريق المصورين واخدينها، يعني مش حاجات موجودة على النت، لا دي فعلا صور انتم مصورينها. بالظبط، دي صور اصليه طبعا. ودي مهم ان حقوق النشر وحقوق المحتوى دي حاجه برضه بنهتم بيها جدا. طبعا استاذ اشرف سليمان كان مدير المشروع ده، وهو فعلا دعمنا كتير جدا، وكان حابب فكره ان المجتمع يشارك مع المحافظه ان هو يعمل حاجه زي كده. فطبعا واحنا كمان تواصلنا مع متطوعين مصورين، وكمان متطوعين في بالنسبه لجزء الديزاين وكتابه المحتوى برضه انا ساعدت فيه. استاذ اشرف طبعا كان مدير هذا المشروع. برضه حابب اشكر استاذ احمد فيصل، هو طبعا مدير مركز الفنون، على دعمه لينا. وكمان اتاحت الفرصه ان احنا نبتدي مشروع الاكاديميه. واخيرا حابب كل برضو اتفضل يا اتفضل، لا فندم. كمل حضرتك. اشكر طبعا الاستاذ الموسيقار ماهر كمال. طبعا هو زي ملحن وموسيقار طبعا كبير في الاسماعيليه، دعمني جدا بالذات في الجزء الموسيقي بالنسبه للاغاني والفن التراثي، وقدم لي بصراحه مساعده كبيره جدا. فبشكرهم جميعا. وانا شايف طبعا ان افضل شيء ان يكون في تعاون بين المبادرات اللي زي طبعا او المبادرات المجتمعيه طبعا والمحافظه والجهات الحكوميه، ده بنوصل لافضل نتيجه الحمد لله. بشكرهم جدا على تعاونهم يعني.
كل المجموعة اللي بتشتغل مجموعة تطوعية، كل العمل تطوعي غير ربحي زي ما أنا فاهمة من حضرتك. بالظبط فعلا، اه. ده عمل تطوعي، هدف منه الحفاظ على على التراث. احنا يمكن حتى في الاغنيه حضرتك، اغنيه اسماعيليه يا بلدي اللي حضرتك هتشوفوها ان شاء الله، احنا فريق العمل يمكن حوالي 30 شخص اشترك في الاغنيه دي، بين مصورين، بين مونتاج، بين ميوزك برودكشن او اخراج موسيقي، طبعا مم. الفنون الشعبيه. فدي جمال المشروع، انا دايما فخور ان بلاقي ان كل العدد ده اتجمع على هدف واحد هو الحفاظ على التراث. دي حاجه فخور بيها جدا. كمان من ضمن الحاجات اللي عملتوها خلال الفترة الأخيرة مبادرة زراعة الأشجار، دي كانت بالتعاون ما بينكم وما بين المحافظة مش كده؟ اه طبعا فعلا، احنا عملنا تنسيق مع المحافظه وايفن هيئه قناه السويس كمان، لان طبعا في بعض المناطق في الاسماعيليه تحت اشراف هيئه قناه السويس بالنسبه للتشجير، زي منطقه الجامعه القديمه ومنطقه نمره 6. فانا نسقت برضو معاهم مع مهندس هشام الشنهابي ايضا في الموضوع ده. المبادره دي انا سريعا انا حابب اركز عليها، لان هي فعلا من المبادرات اللي مش عليهاش تركيز كبير في مصر. يمكن احنا من المبادرات القليله اللي احنا شغالين في الموضوع ده. مم. بمعنى ان طبعا التشجير هو حاجة مهمة جدا احنا بنحاول نعملها في المدن، طبعا لتنقية الجو، وطبعا التغير المناخي وتقليل التلوث بشكل عام. لكن الفكرة ان احنا بنركز على زراعة الاشجار المصرية فقط. بمعنى ان معظم الاشجار اللي حضرتك ممكن تلاقيها مزروعة ممكن تكون اصلها اجنبي، يمكن بقى جت مصر. وده على فكرة مش في مصر فقط، في معظم دول العالم بيبقى الانواع اللي بتتزرع اللي هي مثلا ليها شكل جمالي او ان هي بتطلع مثلا سريعة النمو. لكن الاشجار اللي هي المصريه اللي ربنا يعني لنا دول خلقها بشكل طبيعي في مصر محدش بيزرعها كتير. فاحنا ركزنا عليها ليه حكي لسببين. اولا هي استهلاكها للميه اقل بكتير جدا من الاشجار الاجنبيه. في نفس الوقت هي تعتبر هويه ايضا، وتعتبر تراث للبلد، هي هويه بصريه. تمام. انواع مثلا ممكن اقول لحضرتك زي مثلا زهره اللوتس، دي ما مم. بنشوفهاش مثلا خالص دلوقتي، شبه منقرضه في مصر، رغم ان هي طبعا كانت زمان بتطلع في كل مكان في مصر. نبات البردي مثلا. مم. ايضا بقى الاشجار اخرى مشهوره زي شجره الصمت وشجره السدره اللي هي مذكوره في القران الكريم، طبعا في القران الكريم. فدي اشجار يمكن محليه، وزراعتها هيبقى افضل بكتير ان احنا نزرع الانواع الاجنبيه. فهي يمكن لسه المشروع ده في بدايته، لكن الحمد لله قدرنا نعمل فيه مجهود كويس. مم. دكتور أحمد، حضرتك أشرت من خلال كلامك من شوية مم. إنه في واحدة من الأغنيات اللي انتوا صورتوها وانتهيتوا منها وأهدتوها لينا علشان نعرضها على شاشتنا، فهنروح دلوقتي أنا وحضرتك وكل مشاهدينا الكرام عشان نشوف ونسمع الأغنية دي ونستمتع بيها، وارجعوا لنا بعد كده مرة تانية. الحقيقة أكيد يعني انتوا كمان استمتعتوا بالأغنية الجميلة اللي احنا شفناها، زي ما أنا كمان استمتعت بيها قوي. فكرة بسيطة، يعني إحياء للتراث القديم ولكن بشكل جديد، بإمكانيات بسيطة، ولكن باستخدام المناظر الطبيعية الجميلة اللي بتتمتع بيها مدينة الإسماعيلية وبجهود الشباب من أبنائها، فطلع الشكل النهائي في منتهى الجمال الحقيقة زي ما شفناه مع بعض دلوقتي. بهنيكوا يا دكتور على العمل الجميل ده. شكرا جزيلا لحضرتك. وانا فعلا فخور جدا بفريق العمل اللي معانا. وحضرتك طبعا ده حضرتك لاحظت في الاغنيه معظمهم سنهم صغير جدا ما اه. شاء الله شباب. فريق العمل اللي اشتغل في الاغنيه دي يمكن حوالي 30 شخص فعلا، وده عدد طبعا كلهم متطوعين وعدد كبير جدا. انا متفائل جدا، حاسس ان احنا عندنا مجموعه تقدر تكمل مشوار الفن ده، وطبعا وتبينه للاجيال الجديده. انا ان شاء مطمن الله. جدا معاهم، وده يمكن اهدافنا ان احنا بنعملها. في نفس الوقت انا حاسس برضو ان بنعمل حاجه زي كده كمان. اسم الاغنيه اسماعيليه يا بلدي، يعني انا بصراحه بحس بروح يعني جدا انتماء كبير جدا للبلد بسبب حاجه زي كده. ليه؟ لان الفن ده يعني هو فن مميز جدا، مش موجود في اي دوله في العالم غير عندنا. حتى آلة السمسمية كآلة وترية، هي طريقة العزف فيها مختلفة عن أي آلة وترية في العالم، وده اتعلمته لما أنا سافرت. طبعا أخدتها معايا في مدرسة موسيقى كنت حضرتك في دولة كندا. وطريقة العزف بتاعها حتى مختلفة، هي عزفها صعب جدا. فبالعكس انا شايف ان احنا طبعا يعني ده بيدينا فخر كبير جدا مم. بثقافتنا. احنا يمكن مصر دايما بلد الثقافه وبلد الفنون بشكل عام. فدي حاجه ليها قيمه كبيره جدا. ولو اتعملت بشكل رائع زي كده، انا برضو متاكد ان احنا في الفتره الجايه هنحاول نعمل توزيعات اخرى وحاجات جديده، بحيث ان هي تبقى مش مجرد فن وتراث قديم، لا هي حاجة مكملة معانا، ونعمل منها توزيعات جديدة وأغاني جديدة، وتبقى موجودة معانا في الأفراح بتاعتنا، في المناسبات بتاعتنا جميل. السعيدة. فده المستقبل اللي أنا بدور عليه إن شاء الله. إن شاء الله. وفكرة ربط الشباب والأطفال من أهل محافظة الإسماعيلية بتاريخهم، ومش بس أهل محافظة الإسماعيلية،
الشباب والأطفال في مصر بشكل عام. يعني لما يشوفوا الأغاني دي بتوزيع حديث مرة تانية، فكرة انه نرجع نرتبط بتراثنا مرة تانية وآلة السمسمية على سبيل المثال، ده الحقيقة هدف من الأهداف الجميلة جدا. فبنشكركم عليه وبنحييكم على مجهودكم. وفي أغاني تانية زي ما أنا عرفت برضو تم إعادة توزيعها، مش كده؟ بالظبط، احنا فعلا شغالين الحمد لله وعندنا مفاجآت كتير. ايضا كمان آلة السمسمية تقدر ان هي تبقى موجودة مع آلات اخرى زي الكمانجة زي العود. فدي اللي بنحاول ندور عليه تطوير في الموضوع. ايضا احنا شغالين كمان في مشروع تشجير الاشجار المصرية، وده موضوع بصراحة انا شايف ان هو في غاية الاهمية. كل الاشجار اللي زرعناها دي استهلاك المياه قليل جدا. كمان انت لما تقدر تشوفها، مثلا انا اول مرة في حياتي اشوف زهرة اللوتس كانت يمكن من فترة قريبة لما بدأنا إن إحنا نحاول نزرعها بالتعاون مع أحد الجمعيات برضو في القاهرة. تحس إن أنت هوية بصرية بترجع بقى للزمن آلاف السنين لورا، للتراث بتاعك. فده برضو من المشاريع المهمة جدا. كمان بالذات إن طبعا محتاجين التشجير في المدن، عشان زي ما حضرتك شايفة الجو، حرارة الجو عالية جدا، وموضوع التغير المناخي. فبالإضافة كمان للدليل الإسماعيلي السياحي، إحنا إن شاء الله نكمل التعاون مع المحافظة. حضرتك برضو اقترحت فكرة جميلة جدا، يبقى في دليل باللغة الفرنسية، فممكن نشتغل في المشروع ده. وطبعا هو الدليل هو دايما بيحصل له تجديد كل سنة، لأن ما شاء الله إسماعيلية في معالم جديدة بتظهر، زي متحف هيئة قناة السويس، مظبوط. وزي مثلا طبعا فيلا دي ليسيبس. فيمكن عندنا تطور بصراحة قوي جدا في المحافظة، طبعا برعاية سيادة المحافظ وكل طبعا الجهات المعنية. فاحنا الحمد لله ده هيكون مشروع مستمر، ان احنا نطوره ونعمل طبعة سنوية منه، إن شاء الله. بس ومزيد من التقدم ان شاء الله يعني إن شاء الله. قبل ما ننهي لقائنا ده دكتور أحمد، مم. زي ما أنا عرفت من حضرتك قبل اللقاء، مم. حضرتك طبيب صيدلي أساسا، دكتور أيوة. صيدلي. علاقة الصيدلة بالتراث بقى إيه؟ الاتنين فعلا والله. هما مجالين مختلفين تماما، اكيد لما اه. إيه اللي جمع الاتنين على بعض؟ والله كلام حضرتك مظبوط. هو طبعا المجالين يعني بعيد عن بعض جدا، بس الفكرة طبعا ايه، ان انت لما يكون عندك يعني انتماء للبلد وعندك حب ليها، فمهما كانت مهنتك او شغلك برضه بتلاقي نفسك ممكن تسيب اي حاجة وتروح تشترك في مشروع له علاقة بالسمسمية، له علاقة بالتراث. فبصراحة كانت هي بدأت هواية بالنسبة لي. وكمان الفريق اللي معايا كمان معظمهم نفس الموضوع. يعني انت مجرد ان يبقى في طبعا تعاون مع المجتمع بشكل عام، وتعاون بيننا وبين بعض مهما كان تخصصك. اي حد بيلاقي ان هو بالعكس ممكن يلاقي عنده موهبه. انا شخصيا لقيت ان عندي مواهب كتير ما كنتش اعرف لما بدات المشروع. فانا بشجع بالظبط يعني اي حد عنده اهتمام بالبلد وبالتراث ان هو يتطوع، يبتدي يتعاون. بصراحه المحافظه الاسماعيليه فاتحين الباب لاي حد من المبادرات المجتمعيه ان هم يشتغلوا معاهم ويتعاونوا معاهم. فبالعكس بشجع الناس كلها ودي بصراحة أفضل وسيلة إن إحنا نطور من نفسنا ونتقدم لقدام ونعمل حاجة لبلدنا يعني. دكتور أحمد، في نهاية لقائي مع حضرتك بشكرك شكرا جزيلا. دكتور أحمد نور فهمي، مؤسس مبادرة الإسماعيلية للتراث والمجتمع بمحافظة الإسماعيلية، نورتنا النهاردة. شكرا جزيلا لحضرتك، وشكرا للقناة الرابعة جدا، وبالتوفيق لكل إن شاء الله. شكرا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، فاصل وارجعوا لنا بعده، ولكن أعتقد أنه الفاصل فيه أغنية تانية من أغاني المبادرة قاموا بإعدادها وصياغتها شباب جميل من شباب محافظة الإسماعيلية. تعالوا مع بعض نشوف الأغنية دي وارجعوا لنا بعد كده مرة تانية.